مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ خلينا متفقين ان الليله دي مفيش تصوير، مفيش تسريب، مفيش حد يقول انا مصدوم. تمام؟ حلو، نبدا بقى. تخيل معايا راجل قاعد في اوضه ضلمه مش لاقي يدفع الايجار، مراته تقول له كارل انا جعانه يا كارل، هو يرد بكل ثقه اصبري التاريخ في صفنا. اهلا بيك يا صديقي، معانا ومعاكو كارل ماركس، الراجل اللي قرر يحل مشكله الفقر على طريقه ان هو يفضل فقير طول عمره. كارل ماركس اسم لو اتقال في اي مكان تلاقي واحد شد على جيبه، وواحد مسك كرسي، وواحد قال انا مش فاهم بس حاسس ان في حاجه غلط. يعني الراجل ميت من قرن ونص ولسه مخوف ناس كتير عايشه وبتحكم. ده مش مفكر، ده صداع مزمن لأي سلطة. اتولد كارل ماركس سنة 1818 في ألمانيا، يعني قبل ما الفقر يبقى تحدي والظلم يبقى وجهة نظر والسرقة تبقى استثمار. من وهو صغير بيسأل ليه واحد عنده كل حاجة وواحد مش لاقي ياكل؟ سؤال بسيط بس يودي صاحبه ورا الشمس. درس الفلسفة والتاريخ والاقتصاد، يعني لو كان عايش دلوقتي كان هيبقى يا محلل سياسي يا خبير اقتصادي واستراتيجي او ضيف دايم في برامج التوك شو، ومش هيسيب حد في حاله. ماركس بص حواليه وقال هو ليه ناس شغالة 16 ساعة وناس تانية شغلتها ان هي تعد الفلوس؟ ومن هنا طلع بنظرية الصراع الطبقي. التاريخ مش ملوك وانبياء بس، التاريخ خناقة طويلة بين اللي معاهم واللي شقيانين. ازاي نملك انت تشتغل وانت تشكرني اني مش بطردك؟ يعني النظام كله قايم على فكرة خليك جعان بس مؤدب، مش عبد. لا، العبد كان له ملك واحد، انما انت السوق كله بيستغلك. يعني باختصار خناقة مستمرة على المرتب آخر الشهر. وطلع بفكرة واحدة، الصراع بين الطبقات هو محرك التاريخ، والثورة مش احتمال، دي حتمية. ماركس ما كانش سلاحه السيف، سلاحه الأقوى كان القلم. سنة 1848 ماركس وصاحبه إنجلز كتبوا البيان الشيوعي، كتاب صغير بس عمل رعب، زي رسالة تم رصد نشاط غير معتاد على حسابك البنكي. الجملة الأشهر كانت يا عمال العالم اتحدوا. جملة خلت ملوك يتوتروا، رأس ملايين يعرقوا، وأجهزة أمن تقول مين ده وعايز إيه. مع إن المقصود بالجملة بطلوا تاكلوا في بعض، اللي فوق هو اللي بيكسب. بس لا، أسهل حاجة نقول ده بيبوظ البلد. المفارقة المضحكة المبكية، ماركس اللي حارب الرأسمالية كان محتاج فلوس طول عمره، عاش على إعانات واستلف من إنجلز ودفن ولاده بسبب الفقر والمرض. يعني الراجل كتب عن الاستغلال واتطبق عليه عملي، وده مش تناقض، ده دليل على انه كان عايش اللي بيقوله. وصاحبه انجلز الرأس مالي هو اللي كان بيصرف عليه. تخيل، كان رأس مالي. التاريخ بيهزر بس بدم تقيل. ماركس مات سنة 1883، وساعتها كان مجرد مفكر مثير للجدل. بعدها الثورة الروسية، الاتحاد السوفيتي، الصين، كوبا، وأنظمة رفعت صورته وبعضها طبقت أفكاره وبعضها استخدم اسمه ونسى الباقي. يعني الراجل كتب نظرية والبشر قالوا احنا هنفهمها بطريقتنا، أنظمة قالت احنا شيوعيين بس السلطة مركزية، والشعب ساكت والصورة على الحيطة. يعني خدوا الاسم وسابوا التحذير، زي اللي يقول لك انا ضد التدخين وهو ماسك الشيشه بس نيته سليمه. كارل ماركس مش مجرد مفكر، هو تجربه فكره وثوره، شخص المرض صح بس العلاج اتطبق باشكال مختلفه. بعضها نجح وبعضها خلى الناس تقول لا يا عم خلينا في الرأسمالية وخلاص. كارل ماركس مش نبي ومش شيطان، هو انسان شاف ظلم وحاول يشرحه ويحاربه بالقلم. علمنا ان الاقتصاد سياسه والسياسه فلوس، واللي فاهم اللعبه بيعرف مين بيتسرق ومين بيكسب. وفي الاخر ماركس اثبت ان فكره واحده ممكن تخوف امبراطوريات وتقسم العالم وتخلي الناس لحد النهارده تتخانق في الكومنتات. بس خلاص، اشوفكم الحلقه الجايه.